شايفاكي يا اللي قاعده هناك لسه متغطيه وعماله تقولي اقوم ابدا منين. الدنيا مكربسه فوق دماغي وانا سقعانه ومتكتكه تحت اللحاف. قومي كده اعملي اي مشروب انتي بتحبيه، اي حاجه كده سخنه، وانتي ان شاء الله هتتدفي وتقومي بقى ايه، تبقي فريره في الشقه. يلا كده بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم فيديو جديد من قناتي، قناه دينا ريان. قبل ما تبتدي الفيديو اشتركوا في قناتي عشان الصور تكبر بيكم. او قبل اي حاجه كده لازم ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وينصرهم يا رب، اللهم امين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وان شاء الله النصر عاجلا غير اجل، اللهم امين. اول حاجه كده عملت كوبايه نسكافيه زي ما قلت لكم كده. النسكافيه ده جديد اول مره اجيبه، ده نسكافيه مصري. طبعا احنا عاملين مقاطعه للبلاك والنسكافيه بقى الحاجات التانية اللي مقاطعه وكده. فانا وقفت كده عند الراجل، انا بجيب بقى حاجات الاسبوع وكده، قلت له انا عايزه نسكافيه ما يكونش مقاطعه. قال لي بصي النسكافيه ده حلو، فبصراحه قلت اجربه. جبت كيس كده لقيته ب3 جنيه بس حلو. مقضي الغرض مش وحش يعني. وانا جايه بقى من السوق لقيت كده راجل بيبيع كوبايات. فبصراحه الكوبايات دي انا بحبها جدا جدا. كانت ماما على طول بتجيبها لنا، ربنا يديها الصحه. بس على ايام ده كانت بتتجاب ستات مش اتنينات. تمام كده، كانت بتجيب الستة كده. فما شاء الله بيبقوا مالين مركزهم. دلوقتي بقى بيبيعوا اتنين مع بعض. جبت الاتنين دول ب20 جنيه بس بجد مبسوطه قوي. كان نفسي اجيبهم. كنتش لاقيهم خالص، ما كنت الاقي اي حتى كوبايات اقف ادور عليهم ما الاقيهمش. فمش اي حد بيجيبهم لان هم غاليين عن الكوبايات التانية. بالنسبه للكوبايات التانية بتبقى اللي هم بتوع الشاي التلاتة كانوا بيتباعوا ب17 ونص. فبالنسبه لدي طبعا الاتنين ب20 فهي اغلى منهم، فمش اي حد هيبيعهم. بس جمال ما شاء الله ويعني الازاز بتاعهم حلو. جبت الاتنين كده. بصراحه ما حبيتش ان انا اشيلهم رمضان. انا دلوقتي اي حاجه بجيبها بشيلها رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين خلاص. يعني 3 شهور وهتلاقوا رمضان هل علينا، الايام بتجري بسرعه. فبصراحه ما حبيتش اشيلهم، انا بحب اشرب فيهم قوي الشاي بلبن. فطلعتهم كده كتغيير. وطبعا بقى دخلت على الاوضه، نزلت اولادي الدرس وقلت يلا بينا، ما بديهاش بقى. بجد الاوضه كانت محتاجه تتنضف وتتمسح وتتلمع والكلام ده كله، وكمان اغير فرش السراير. وبصراحه الاوضه كانت ساقعه والاولاد بالليل بيبردوا كده، فقلت لا انا عايزه احط كمان دفايه للارض اللي هي الحافظه يعني. السجادة خفيفة أو صغيرة في الأوضة، فالحافظة بتبقى فرشة الأرض كلها ما شاء الله. بصوا بقى اللعب والدنيا مكركبه. انا عايزه اقول لكم كانت الارض كلها عباره عن كتب. قبل ما ينزلوا قلت لهم اللي مش هيشيل الكتب بتاعته انا هرمي اي كتاب هيقابلني في وشي. لازم جري على طول شالوا الكتب ولموها في الدرج قبل ما ينزلوا. فقلت بالنسبه لي يبقى الترويق كده على طول بدل ما افضل الم في ورق واكنس والكلام ده كله. فلموا هم حاجاتهم قبل ما ينزلوا. وقلت يلا بينا بقى على الاوضه. الصاله بره الحمد لله والريسبشن زي الفل ما فيهمش اي حاجه. هي اوضه الاطفال دي على طول اللي عندي متبهدله، لان اي حاجه بيحبوا يعني يلعبوا بيها او كده اقول لهم العبوا في الاوضه بتاعتكم كده كده ايه يعني. لو حد جه ولا حاجه يبقى مقدور عليها. الباب لو اتقفل مش هتبقى ايه مكشوفه بالنسبه لي زي ما تكون الصاله هي اللي متبهدله. فربنا يعيننا وينا جميعا ودايما ننضف وراهم ويديهم الصحة ودايما يلعبوا ويبهدلوا. تمام كده زي ما انتم شايفين. ولا سحر ولا شعوذة. بصوا يعني في ثانية الا ثانية فرشت السرير. نفضت بقى السرير طبعا بشباك السرير بالشباك نفسه بتاع الأوضة. وطبقت اللحاف وفرشت كل ده ورا الكاميرا. بصراحة ما كنتش قادرة اجيب الستاند اصلا ولسه هعمل، لان كنت لسه داخلة هدخل على المطبخ كمان هعمل اكل. هنعمل مع بعض النهارده اكله شتويه اصيله من ايام الزمن الجميل. بجد الاكلات الشتويه بتبقى حلوه قوي قوي بجد، واقتصاديه بقى وحاجات كده حلوه من الاخر. هنشوف كل حاجه مع بعض. هنا بقى كنت خلاص فرشت السرير التاني. الدفايات دي بتاع الجواز بحبها قوي قوي. بتدفي قوي السرير. ما فرش قطيفه ما بفرش تحتها حاجه لانها تقيله قوي ما شاء الله. وطبقت اللحاف كده برضو في السرير التاني وظبطت الدنيا والكومودينو. وهنا كنت كنست الارض بس ما مسحتهاش، أنا كنت لسه مسحه. بس كنت محتاجه ان انا ادفي الاوضه لان الاوضه فعلا كانت ساقعه. وزي ما انتم شايفين السجاد انا اصلا مفروشه في العيد بيبقى صغنن كده وحلو على قد الاوضه. فحبيت ان انا ايه ادفي الاوضه بقى واحط كده ايه حافظه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. الحافظه بتدفي الاوضه لان هي بتغطي يعتبر الاوضه كلها. بصوا هتشوفوا شكلها عامل ازاي. بصوا اللهم بارك. الدفايه دي اصلا بتاعت الصاله بس انا بحب في يعني في الشتاء احطها لهم في الاوضه. بجد بتخلي الاوضه دافيه كده وحلوه. طبعا بحطها تحتها السجاده. فما شاء الله هي مغطيه من الحيطه للحيطه فبتدفيهم الاوضه بصراحه. حتى ما بيجوا يقعدوا في الارض كده ويكتبوا واجب او يلعبوا او يرسموا او اي حاجه ببقى برضو ايه الدنيا متدفيه عم تكونوا برضو قاعدين على السيراميك والجو ساقع.
بس كده خلصت الاوضه بتاعتي وخلصت منها. يلا بينا بقى ندخل على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين او انتوا عارفين ان انا على طول ما باجي اشيل فرش السراير ما ببيتهوش، بحطه على الغساله على طول، او في الغساله قصدي يعني. طب كده هشغل بقى دوره كامله للحفاظات اللي انا شلتها والملايات. هعمل دورتين، دوره للملايات ودوره للحفاظات او اللي هي الدفات يعني، لان انا برضو شلت بتاعت اوضه نومي بالمره، فبرضو فيها ملايه وحافظه، فهحط الثلاث ملايات مع بعض في غسله والدفايتين لوحدهم ودفايه عشان برضو يبقاش تقيل على الايه، على الغساله نفسها. وهننشر بقى الهدوم بتاعتنا وندخل نعمل الاكله بتاعتنا. بصوا بقى الشمس كانت حلوه قوي قوي، بحب قوي بيها في الشتاء الشمس كده وهي طالعه على الهدوم، بجد بحس كده بنتعيش. بشيل الستاره بقى واركنها كده على جنب، ويا سلام بقى لو في فنجان قهوه بقى في الشمس كده والاولاد مش موجودين في الدروس ومفيش حد الا انا في الشقه كده، يا على الانتعاش والهدوء بصراحه الواحد بيبقى عايش فيه. بجد بيبقى هدوء. بحب اول ما ينزلوا بقى اروق الشقه كلها، واقعد بقى لو اعمل فنجان قهوه ولا حاجه واتفرج على مسلسل ما عرفتش اتفرج عليه قبلها بيوم بالليل، بتفرج على القعده بتاعته بقى واقعد كده بمزاج واخلص اللي ورايا. ولو في اكل طبعا بعمله لان هم اوقات بينزلوا دارسين مع بعض، فبخلص كل اللي ورايا يجوا بقى هم يتغدوا واذا كان يكتبوا الواجب، وفي الساعه ولا اتنين نتفرج مع بعض على حاجه في التلفزيون ويناموا. فبصراحه يوم الشتاء بيخلص بسرعه، بس بيبقى ايه يعني، انت لو مش مرتبه صح مش هتعرفي تنجزي يومك فيه. هنا بقى دخلنا زي ما قلت لكم الاكله بتاعتنا الشتويه كده الجميله، وهي العدس. العدس من الحاجات الجميله جدا اللي هتلاقيني في الشتاء بعملها كتير جدا، بس انا ان شاء الله مش هفضل انزله كل شويه معاكم عشان ما تزهقوش. حبيت ان انا اقول لكم طريقتي فيه. بس ايه، جبت بطاطسايه صغننه وجبت قرن فلفل ده مش حراق، وجبت كده طماطميتين حلوين وبصلايه كده محترمه. لو حابه تزودي بصل براحتك، البصل غالي بس انا حاطه بصله كبيره لان بيدي طعم حلو قوي للعدس. جبت ربع كيلو عدس، هو ربع كيلو ب12 ونص، بس انا جايبه 10 جنيه بس ما شاء الله بيكفينا وبيزيد كمان، لان انا بنتي بتحب العدس جدا فممكن تاني يوم تاكل منه برضه مش تقول لا. وكانت عندي جزر، كان عندي جزر في الفريزر مفرزاه من الشتاء اللي فات. يعني لك ان تتخيلوا ان ده من الشتاء اللي فات. انا في حاجات ما بحبش افرزها من الخضار، بحسها طعمها بيغير. لا الجزر من الحاجات اللي بحب افرزها وبتقعد معايا وقت طويل جدا. ما نزلت لقيت الجزر مش حلو خالص في السوق ب10 جنيه الكيلو، وكيلو وربع ب10، بس مش حلو صغنن خالص كده قد الصوابع ومش حلو. حاسه لو جبته هزهق من كتر تقشيره وفي الاخر مش هيطلع لي حاجه. فقلت لا انا هطلع واخلص الجزر اللي عندي. انا عندي كيس كمان تقريبا في الفريزر، كنت عامله بقى مكعبات وعامله شرايح وعامله صوابع ومبشور، كنت ايه مجزأه كده كذا نوع من الجزر. بص البوتاجاز بقى عايز يتغسل النهارده غسله، هنغسله مع بعض غسله فله. فقلت بعد ما اخلص عشان برضو كان عندي مواعين برضو هغسلها مع نفسي كده بعد الغدا، وهعمل البوتاجاز ونروق على نفسنا كده بحاجه حلوه كده بكوبايه قهوه في الاخر. فالله المستعان. هنا بقى العدس بتاعي استوى زي ما انتم شايفين. انا كنت عامله العدس بتاعي غسله كويس جدا، وحطيت عليه بصلايه بطاطايه طماطمتين قرن فلفل ومعلقه توم والكلام ده كله، بسيبه يتسلق وبعد كده بضربه بالهاند بلندر او بالخلاط بس ما يهدى خالص. الهاند بلندر عادي لو ضربته وهو سخن. وبزوده ميه لان انا هعمله النهارده بالشعريه، فالشعريه بتقله واحنا عايزين يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، انا عايزاه اعرف اغمسه بالعيش، فاهمين ازاي. هنا بقى احط البهارات بتاعتي بس بعد ما انزل بالشعريه. بحط كده يعني يعتبر قولوا 3/4 كوبايه شعريه. انا عايزه بس ايه ينكه لي كده الطعم بتاع الشعريه بتاع العدس ويتقلها لي شويه. طبعا تهدي النار بقى اول ما تنزلي بالشعريه لان الشعريه هتلاقيها كلها كتلت كتله واحده ونزلت في ارضيه الحله، فانتي بتهدي النار عشان برضو ما يكلكعش معاكي. البهارات بتاعتي حطيت بابريكا وحطيت كمون ملح ملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. البابريكا بتديها لون حلو، لو ما عنديش بابريكا بحط كركم بيديها برضو اللون بتاع العدس الاصفر كده بيعزز اللون مش اكتر. وبحط مرقه دجاج بس كانش عندي مرقه دجاج ساعتها، فحطيت ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره زي ما قلت لكم بابريكا. هنا بقى بدا يغلى. بص ما شاء الله تقيل ازاي. طبعا بقى عملت طبق كده من الخضار الحلو كده، خيار على طماطم على فلفل على بصل بصل احمر كده بيبقى مسكر وحلو، وحطيت عليه ليمون. الليمون طبعا بنحب نعصره كده على العدس. ده الليمون بقى المخلل اللي انا عاملاه، والفلفل طالع طعمه تحفه جدا. والجرجير بقى طبعا اساسي. بجيب بصل اخضر بس المره دي ما جبتش بصل اخضر، جبت قطعت بصل الليمون الاحمر دوت ورشيت عليه رشه ملح ورشه كمون وشويه من الخل. بقى عايزه اقول لكم بقى الاكل بجد كان تحفه جدا وعجب الاولاد قوي. عندي اولادي بيحبوا الاكله دي جدا، وطبعا يعني واخده كميه خضروات فحلوه قوي للمناعه للاطفال في الشتاء بالذات. الف هنا وشفا للي كان. هنا بقى قلت بالمره ابص كده على علب التوابل، كنت بصراحه عايزه اشيل علب التوابل دي وعاوزه احط العلب التوابل التانية.
انا عندي نوعين من التوابل، التوابل دي والتوابل اللي هي البلاستيك اللي كنا بنجيبهم زمان ال3 ب10 لو تفتكروها، اللي هي غطاها وردة كده. فانا قلت اغسل دول بقى، وكنت التانيين طلعتهم وحطيت فيهم توابل، وقلت اغسل دول بالمره بقى. بعد ما غسلت المواعين ما حبيتش ان انا اشارك معاكم المواعين، الفيديو كان هيطول جدا جدا، فقلت لا هغسل معاكم الحاجات دي بس. من الحاجات اللي بتخلي الطاقة الإيجابية تشحن عندنا زيادة، إن احنا فعلا نبطل يعني ايه، ما نحطش نفس العلبة هي نفس البطرمان هو نفس الكاتل في نفس المكان كل مرة. لا، بحب أحطه على الرخامة دي مرة، على الرخامة دي مرة. ما بحبش أحط يعني أحط قهوتي على صينية كل مرة هي أشرب في نفس الكوباية لا، الحاجات دي من الحاجات اللي بتخلي بتزهقي وبتملي من الحاجة بسرعة جدا جدا. فانت ايه، خلي التغيير ده مطلوب، التغيير عامة مطلوب. يعني مثلا انا كل فتره احط علب التاول دي اشيلها، احط العلب التانية. نفس الكلام في الكوفي كورنر بتاعي الصغنطوط اللي انا ببقى عاملاه دوت. مثلا العلب بتاعه الشاي والقهوه والسكر، احط دي مره، احط الصيني مره، احط البلاستيك اللي هم الموف دي اللي انا حطاها هناك دي، احط دي مره. فاهمين ازاي؟ انا جايبه نوع برضو تركي كده اللي هو غطا خشب، برضو احط ده مره. يعني بحب اغير في شكل المطبخ، حتى لو المشايه بتاعه المطبخ نفسها. انا عندي كذا غير للمطبخ، مشايات عاديه خالص، بس ايه، بتفرق في الشكل. انت وانت داخله كده في المطبخ بحس كده ان المشايه بتفرق عن التانية. سبحان الله، ربنا يجعل دايما كده يعني تغيير مدنا كده في حاجات بسيطه، ان هي فعلا فعلا بتاثر في الطاقه الايجابيه بتاعتنا. فاللهم صل على سيدنا محمد. فحبيت ان انا اشيل بقى الطقم ده واحط الطقم التاني. طبعا دخلة الشتاء بقى الواحد بيحب يغير برضو، ده زي دخلة رمضان كده. الواحد بيحب كل فترة كده يغير. فحتى لو حاجات بسيطة طلعوا من النيش يا جماعة، طلعوا من النيش، النيش مش هيتحنط. انا بحب كده كل فترة اطلع من النيش حتى لو طبقين صيني، اشيل الصيني احط ملامين، اشيل الملامين احط البايركس او الكروبال. التغيير الحاجة ما اقول لكم مش كل شوية تروحوا تشتروا، طبعا انا ضد كده خالص تماما. ان انا كل ما الاقي حاجة جديدة طلعت اروح اجيبها، حتى لو انا مش محتاجه. ممكن اكون عندي كام طقم اقدم فيه زي ما قلت لكم، مثلا ميلامين صيني اوكروبال، والاقي طقم تاني طالع جديد اروح اشتريه. طب ليه؟ طب انا عندي 3 اطقم اهو ممكن اغير فيها، و4 اطقم. حرام، حرام، الحاجه غاليه، الحاجة غالية. وفي حاجات فيها أولوية. لو عندك أولاد بيروحوا دروس، عندك أولاد محتاجين كل شوية كتب ملازم، الأطفال اللي بيروحوا دروس بالحصة، بجد الله يكون في عون الأهل بصراحة. فالموضوع صعب، في حاجات في أولويات. أولادي أولى بكل قرش أدفعه بحاجة تافهة أو حاجة عادية تتجاب وعادي هتتركن، لان عندي بدلها واحده واتنين وتلاته. فاهمين قصدي ازاي؟ فلازم المصاريف بالعقل يا بنات، لان بجد الزمن اللي احنا فيه ده او الدنيا الحاجه بقت غاليه نار، الحاجه بقت غاليه بطريقه بشعه، مش بعقل، لا بحاجه غاليه ببشاعه. فربنا يعيننا وينا جميعا. الواحد لازم يصرف بعقل، لازم يجيب الحاجة اللي احنا طالبينها، الحاجة الضرورية الضرورية الضرورية، يعني 3 ضرورية. مش أي حاجة وخلاص تعجبنا نجيبها. الحاجة الترند طالعة هنجيبها، وانا اصلا مش محتاجاها بس هي طالعة ترند فانا عايزة اجيبها. مش كده الحياة، مش كده الحياة. لازم كده شوية عقل. إن مثلا حاجة انا نفسي اجيبها، حاجة حاسة ان هي فعلا هتبقى مغيرة لي شكل المطبخ، مغيرة لي شكل الشقة، حاسة ان هي فعلا فيها تغيير او احس بتغيير لما اجيبها، ماشي ممكن تخليها من اولوياتك. بس ايه اللي هو على جنب، يعني فلوس كده هتتحوش على جنب. فانا هجيب الحاجه دي لاني نفسي فيها، مش عندي منها 3 4 في النيش او 2 3 في المطبقيه فانا هموت واجيب. لا حرام بصراحه، انا عن نفسي حرام. يعني في مثلا طقم مجات هموت واجيبه، طب ما انا اجيبه ازاي وانا عندي مليون مج؟ انا عندي تحت السرير مجات، وعندي في النيش مجات، وعندي في البتاع ده مجات. انا المجين اللي جبتهم النهارده جبتهم ازاز، لان انا كان عندي مجين جايبهم ازاز في رمضان اللي فات وللاسف اتكسروا، كنت زعلانه عليهم جدا. كنت جايبه مرسوم عليهم فنانيس وكبار كده عاملين زي بتوع القصب، كوبايات القصب. فبصراحه زعلت عليهم قوي لما اتكسروا. فبصراحه كان نفسي اجيب المجين دول، لما لقيتهم بصراحه ما صدقت. انا عندي مجات كتير بصراحه. بس المجات الازاز دي ما عنديش منها الحجم الكبير ده، فما جبت 2. بعدين جبت حاجه على قد الايد ب20 جنيه، وفي نفس الوقت جبت حاجه اللي كان نفسي فيها. ده اللي انا بتكلم فيه، دي الفكره. ان الحاجه لو فعلا على قد الايد وتعرفي تجيبيها تجيبيها، لكن حاجه هتيجي على مصروف بيتك او تيجي على حاجه مثلا اولادك اولى بيها، لا فحرام بصراحه يا بنات. بصراحه الحاجه غاليه، الواحد لازم يجيب حاجه بعقل كده ويشتري الحاجه بالعقل كده ويهدى على حاله ونقول كده ايه يعني. الحاجة اللي نفسك فيها جيبيها بس بالعقل. الحاجة هتلاقيها فوق الوصف، يعني فوق الخيال. بلاش منها، خليها في خيالك بس ما تحلميش ان انت تجيبيها، لا ايه اولادك اولى بيها. فاهمين قصدي ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده خلصت بقى المطبخ وخلصت اللي ورايا، والعلب بقى اما نشفت رحت شلتها برضو في النيش، بحطهم كده بعد ما ينشفوا خالص.
اللهم صل على سيدنا محمد. في كيس كده في النيش من تحت بيبقاش باينين، يعني لما بعوزهم باخدهم بيبقوا كلهم في مكان واحد عشان ما افضلش ادور على كل علبه في حته. وفي نفس الكلام برضو العلب اللي انا طلعتهم برضو كنت شايلهم في كيس، طلعتهم عرفت مكانهم خلاص. فالحاجه تبقى موجوده برضو ايه، بتنفع بصراحه. ربنا يجعل دايما يا رب بيوتنا دايما عامره بالخير، اللهم امين. هنا بقى حبيت كده اروق على نفسي، دخلت على النيش، بدخل العلب، لقيت فنجان كده عجبني في نص النيش، احرم نفسي منه؟ لا طبعا. رحت طلعته، قلت له تعالى كده وانت منور وحلو في النيش كده ايه، تعالى ما اعمل فيك قهوه. بصراحه هو صغير كده وما ظبطش معايا قوي، بس مش مشكله، اهي حاجه جديده. الواحد غير من نفسيته، الواحد غير من فنجان قهوته، غير يعني مش على طول نعمل في نفس الفنجان ونفس الكوبايه كده. البوتاجاز بقى وفوله شمعة منوره كده، قلت يلا نبخره بفنجان القهوه. ما رضيتش اعمل في كنكه القهوه والله اللي هي الكهرباء، قلت لا هو الفنجان صغنن اصلا وحرام ان انا بهدل كنكه القهوه الكهرباء عليه. فقلت لا انا هعمل فنجان كده ايه على البوتاجاز، ما خدش معايا وقت وخلاص. يلا بينا بقى نصبه. زي ما قلت لكم ما تحرموش نفسكم من اي حاجه. النيش بتاعكم ده مش قاعد للبرواز يعني. ابني هنا كان جايب لي الله يبارك له شويه لب كده على جنب، قلت له حطهم يلا اما اشربهم جنب القهوه. هنا كانوا جم بقى خلاص، قلت له بقى ايه خليهم جنبي هنا لما ازقز فيهم جنب فنجان القهوه. بس كده ده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه حتى لو 1%. بحبكم أوي في الله. ما تنسوش طبعا يا اخواتنا في فلسطين بصالح دعاكم، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.